السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه اقتصاديه ومحبوبه الجماهير وبنينه بالبزاف. جبت لكم وصفه بيتزا كاري كيما تاع المحلات، ما فيهاش مقادير بزاف وسميتها انايا بيتزا اكسبريس. ما نخمروها، ما فيها خميره تاع العجين، فيها مقادير بسيطة. دوك تشوفوها معايا، ما نطولش عليكم خياتي العزاز، نجوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير مع بعض. الحاجة الأولى باش راح نبداو بلا صوص. أنا قطعت هنا، غسلت وقشرت 3 حبات طماطيش وقطعتهم بشكل عشوائي، شوية تاع الملح وشوية تاع فلفل تكحل. عندي شطبة تاع زعترة وعندي وريقات تاع الرند، والسنه تاع الثوم تكون كبيره. انا درت كميه صغيره باش نوريكم انا عندي في الدار. هنايا عندي 4 كاس تاع الزيت، ونديرو كاس تاع الماء ونحطوها فوق النار. كي تنشف لنا اللاصوص شويه نخلوها تبرد ونميكسيها ونستعملوها عادي للبيتزا. هنا راح نجوزو نديرو العجينه اقتصاديه وما فيهاش بزاف كيما راكم تلاحظوا. عندي 2 كيسان تاع الفارينه، 4 كاس تاع الزيت، ساشي خميره تاع الكاطو والملح. هذا واش نحتاجو. نبدا ندير 2 كيسان تاع الفارينه ديالي انا اللي قلت لكم نغربلها من قبل. نزيد ندير 4 كاس تاع الزيت العادي، ولا تفضلوا زيت زيتون ديروه. عندي الملح يقعد على حسب الذوق تاعكم عفوا. وعندي كيس تاع خميره تاع الكاطو، راح يعطيها للعجين خفه وقرمشه وتحمر لكم من تحت وتجيكم تتقرمش لاباط تاعكم. نجمعوا العجينه تاعنا بالماء عادي حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. ما ندلكوها لا حتى حاجه، راني نجمع فيها غير ظرف تاع الاصابع. كما قلت لكم خياتي العزاز، احنا نحبوا الساهل والاقتصادي، وانا ان شاء الله راح ندير لكم كل وصفات ان شاء الله اقتصاديه وتكون في متناول الجميع. انا تحصلت على هذه العجينه كما راكم تلاحظوا. دوك نخليها لي طوني نوجد البلا تاعي ونسخن عفوا الفرن تاعي يسخن. هنايا بعد ما ارتاحت درت هنايا هذه خاصه للمبتدئات، هذه لاصوص طوماط اللي خدمتها معكم خليتها بردت ومكسيتها ونحيت لها الشربه تاع الزعتر والرند، وهذا الزيتون وهذا الطو يقعد اختياري. انا درت بابي كويسون، هذه خاصه بالمبتدئات اللي ما تقدرش ترفد لاباط تاعها باش توصلها للبلاط. دير ورق الطهي وتكسل عادي وترفد العجينه تاعها بورق الطهي وتحطها في السنيوه اللي راح تدخل للفرن. لازم نفتحوها السمك يكون رقيق ما يكونش خشين. وانا راني مشعله الفرن ديالي يسخن على اقصى درجه، وكل وحده الفرن تاعها تعرفوا كيفاش مرفه طيب فيه. نديروا كميه تاع لاصوص طوماط. كاين الملاحظه برك خياتي، كاين اللي عندهم اللي يحبوا يسكرفجوا الطوماطيش ويديروا لها لي زيبيس ويديروها في البيتزا. انا نفضل هكذايا باش تكون اقتصاديه وتكفي. انا اليوم درت كميه صغيره، ما عنديش عائله كبيره، وانتم الله يبارك لكم انتم عائله كبيره تقدروا تضاعفوا المقادير وديروا في بلا كبير. انا بعد ما درت لاصوص تاعي كما لاحظتوا ندير شويه تاع الطون، هذا كما قلت لكم خياتي اختياري. والزيت هذاك اللي شويه تاع الزيت اللي قعدت لي ما كثروش تاع الطون نديروه من الفوق باش يعطي لمعه وتجيب النافيه. نزيدو نضيفو حبيبات تاع الزيتون هما الاخرين. وهنايا عندي شويه زيت ندهن الاطراف باش تاخذ لي هذيك الحموريه وتجي الاطراف تاعنا يجوا مقرمشين. هذه الوصفه سهله ووصفه تاع الزمان اللي معتمدين عليها، ما فيها حتى اضافات وتجيكم صدقوني غير بنتها والقرمشه حاضره. هنايا راني نضيف في الزيتون ديالي وندخلها طيب كما قلت لكم، غير طيب لكم تحمر لكم الاطراف نحوها. انا تكون ندخلها ونشوفوها ان شاء الله في شكلها النهائي. هنا يا خياتي بعد ما طابت كما لاحظتوا ما خداتش مني كامل الوقت. نضيف لها نزيد لها شويه تاع الطون، واللي تفضل دير الجبن ولا لكم الاختيار التام. انا ما نحبهاش بالجبن باسكو بيتزا كاري تاع زمان، انا قلت لكم بيتزا كاري تاع زمان ما فيهاش الجبن. درت شويه تاع الطون، نزيد شويه تاع المعدنوس ولا حشيش واش متوفر عندكم. صدقوني ريحتها راهي ما شاء الله.
شهيتكم في الجنة إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله راكم تبعتوا الفيديو وتجربوها وترجعوا لي في التعليقات، قولوا لي جاتنا ما شاء الله، وإن شاء الله تاكلوها مسبقا بالصحة والهنا يا رب العالمين. هنا عندي شوية تاع زيت زيتون نرش من الفوق وندهن الأطراف ونشوفوا البيتزا تاعنا في شكلها النهائي. خياتي العزاز، هذه هي البيتزا اللي درناها مع بعض. صدقوني بالله غير جات ما شاء الله كيما تاع زمان، وجات تقرمش من تحت وجات خفيفه وجات بنتها روعه. انا هنا ضفت لها شويه مايونيز، وانتم لكم الاختيار. توجو نقول لكم لكم الاختيار. خياتي ما بقى لي في الاخير غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، ما تنسونيش تعليقاتكم الزينين. سلام.